تعوض غياب نيمار. الكثير من الكلام حول أكثر من اسم مهم جدا سينضم إلى برشلونة قريبا. كرة من جانب توني عرضية يبعدها الدفاع، تصل عند بوسكيتس، لمسة للأمام، محاولة من جانب اسكو في بناء الهجمة لريال مدريد، تحرك من جانب مارسيلو، اسكو يلعبها لمارسيلو، الميرينجي مع كرة عرضية، كرة هدف الميرينجي، هدف أول لريال مدريد. نعم سجل في مرمى فريقه بيكي وليس غير بيكي، وبالتأكيد بيكي الذي دائما ما يأمل أن يسجل في مرمى ريال مدريد، أن يتألق في الكلاسيكو اليوم يسجل في مرمى. خطأ من جانب بيكي، يضع الكرة في مرماه، شوف مرة أخرى اسكو وراء كل كرة، مرة أخرى لسيرجي، أي هجوم، أي اندفاع، أي ضغط، أي محاولات، أي برشلونة، أي ليوب، قوية من ليوب، وسواريز ركلة جزاء، ماذا؟ نعم ركلة جزاء لبرشلونة بعد ضغط رهيب للبارسا، بعد هجوم رهيب للبارسا، يحصل سواريز على ركلة جزاء، يعود البارسا لأجواء المباراة الآن، عند الفرصة ليتعادل من علامة الجزاء بطاقة صفراء، ضيع بوسكيتس الهدف. بالتأكيد ميسي يحاول أن لا يضيع هذا الهدف لبرشلونة. شوفوا مرة أخرى من نافاس لمس سواريز الذي يحصل على ركلة جزاء. يا جماعة أقول سواريز مش في أفضل حالاته، هذا هو مش في أفضل حالاته، هذا هو يحصل على ركلة جزاء بذكاء كبير. الآن برشلونة لديه الفرصة ليتعادل في النتيجة. ليونيل ميسي من أجل العودة، ليو من أجل أن يسجل في الكامب نو المرة الأولى على مستوى الكلاسيكو منذ موسم 2012 بالنسبة لميسي. ميسي الأكثر تسجيلا في السوبر الإسباني، ميسي اللي دائما وراء كل فوز وانتصار لبرشلونة. كيلور نافاس يحاول أن يتلاعب بأعصاب اليوب، يا لها من دراما ويا لها من إثارة، ويا له من انتظار. ليو نافاس ميسي ونافاس، ليو يعود ميسي وتعود برشلونة. نعم يسجل ليو بهدف التعادل من جانب اليوب. شوفها من علامة الجزاء، أراد نافاس أن يتلاعب بأعصاب اليوب، أراد أن يشتت ذهن ميسي أمام أكثر من لاعب يحافظ على كرته. ميسي يبحث عن سواريز، طويلة خلف المدافعين، ذكية للويزيتو، سواريز يلعبها بالكعب، جميلة راكيتيتش، لكن الدفاع يا إلهي على الكرة الأخيرة، على المرتدة، على الانطلاقة، على اللمسة، على إسكو، على التمريرة نحو كريستيانو، خطيرة لريال مدريد، 1 على 1، رونالدو مر يلعب كرة كالما كريستيانو الكبير في اليوم الكبير في الزاوية المستحيلة، لا مستحيلة عند رونالدو. هدف ثاني لريال مدريد في ملعب كامب نو مرة أخرى. صغير لا يتحمل. شوف اللقطة الرائعة، شوف المرتدة، شوف اللمسة من إسكو والمرتدة السريعة. وين بيكي ذهب أدراج الرياح، وين هالكرة؟ بحثا عن هدف التعادل، تركها ليو سواريز، لا تمر من لويزيتو، يستعيدها مرة أخرى لكن بالخطأ إلى لوكاس. مشروع مرتدة لريال مدريد، فاسكيز معها أيضا أسينسيو على الجهة اليسرى، يلعبها لأسينسيو، خطيرة لريال مدريد. أسينسيو يلعب كرة يا إلهي، أسينسيو يا لعيب يا حرير، رائعة
تسديدة جميلة يا اسينسيو. شوف المرتدة، شوف البدلاء ماذا فعلوا في ريال مدريد. لوكاس إلى اسينسيو، بوم. الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ لقد سددها اسينسيو في المكان الذي تسكن فيه كل الشياطين.